ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مباشرة من استاد العرب الزولي هنا في مدينة الدار البيضاء لمتابعة واحدة من المباريات الهامة والهامة جدا من منافسات البطولة الوطنية. مباراة يقودها السيد أمين معطاو يساعده الطاقم التحكيمي الشاب في مباراة هذه الجولة. النهضة البركاني يحتفظ بالصدارة والوداد لم يعد أمامه من خير آخر سوى كسب هذا التحدي والاقتراب من مركز يتناسب ويليق مع واحد من أقوى وأبرز وأفضل النوادي الأفريقية، الفريق الذي يمثل المغرب في كأس العالم للأندية، الكأس التي تنتظر هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. تنطلق هذه المباراة، الرجل يعلم جيدا أنه يتمنى وأنه يظل دائما في قائمة المدربين الجنوب افريقيين الكبار اللي حققوا انجازات لكرة القدم الجنوب افريقية امام الرجاء والأوسيس والفتح والمغرب الفاسي. لم يفز منذ 5 جولات في البطولة. اخر انتصاراته كانت امام اتحاد طنجة. هذه تفاصيل رحلة الفريق في البطولة الوطنية. يواجه فريق الوداد ربما افضل حالا، والالاف والملايين ممن يتابعون هذه المباراة على قناة رياضية. كرة تنقل في منطقة الجزاء لابعاد سرعة التحول، تعود سريعا ودادية، نقل الكرة من الطرف الايمن، رايح يخليها البنا، لعبها في منطقة الجزاء بالراس، لكن من جمال لعبد الرحمن الأحوصي. هذا اختبار اول تسديده مؤطره، اول تير كادري في المباراه، ممكن اعتبارها يرتمي الى جمال. افتقدت للقوه، تجد الحارس عبد الرحمن الأحوصي الى ملامح يطغى عليه الغضب، يحاول أن يمرر خطاب، يعيد الوداد في هذه المباراة، يحرر اللاعبين من الضغوط اللي يعيشوها في هذه المباراة. تعود الكرة عبد المنعم بطويل من الطرف الأيمن، ضربة خطأ يتحصل عليها الاتحاد التركي. كرة ثابتة يبحث عن استثمارها في هذه المواجهة. فيما خط دفاعي يضم الياس الحداد وقجعي والمقدم وبركي وزهواني، وخماسي دفاع الاتحاد في هذه المباراة. عدد منهم يصعدون في هذه الكرة الثابتة، وأبرزهم إلياس الحداد في محاولة لاستثمار هذه الكرة الثابتة للاتحاد التركي، تنقل في منطقة الجزاء. الهدف الأول في المباراة، مميز يوسف قجعي يتمكن من تسجيل الهدف من كرة ثابتة. يجيدون التعامل مع الكرة الثابتة للاتحاد التركي. كان متوقع أنه سيتم اللجوء للكرة في القائمة الثانية، المتابعة من يوسف قجعي في غياب المتابعة الدفاعية كما سنتابع في الإعادة. كان قصور على مستوى تأدية المهام الدفاعية في الكرة الثابتة. شوف لما لعبت طريقة الخروج بالكرة من الجهة اليسرى، قجعي السنة المقبلة هو الوداد يلعب أمام فريق يجتاز أوضاع صعبة جدا، يمر بأوضاع صعبة في صحاري النتائج السلبية في المباريات ال5 الأخيرة. هذا ما يجعل من مباراة اليوم مباراة بالغة التعقيد، ولن نتعرف عن المنتصر إلا في الدقيقة الأخيرة منها. كرة من الطرف الأيمن ودادية، والحكم يتدخل للإعلان عن ضربة جزاء لمصلحة الوداد في حدود الدقيقة 20 من هذه المباراة. ضربة جزاء للوداد. هنا المتابعة، كرة في منطقة الجزاء وتدخل المدافع، والحكم يعلن عن ضربة جزاء للوداد في حدود الدقيقة 20 من المباراة. الإعادة مجددا لما حدث في الكرة الماضية. كرة بلمسة من الطرف الأيمن ينقلها للوداد، مفيد لعبها في منطقة الجزاء. بن عمار للأمام، والتدخل من مدافع إلياس حداد على لاعب الوداد الرياضي، وبالتالي الحكم لم يتردد في الإعلان عن ضربة جزاء. الزمراوي هو من تعرض للعرقلة بإشارة من حكم المواجهة لبلوغ هدف التعادل في هذه المباراة. كرة من الرايحي، راح والهدف الأول. راح الرايحي، بهدف التعادل للوداد أمام الاتحاد التركي. تصبح النتيجة سادة 1-1. تشتعل المباراة من جديد، وتشتعل مدرجات العرب الزولي من جديد، وكأننا أمام انطلاقة أخرى لهذه المباراة في حضرة مناصري الوداد، في حضرة من يتابع ومن يتمنى ومن يرغب ومن يتأمل. 7 تعادل، 8 تعادل للاتحاد. كرة للأمام، بونا يا بونا، والتدخل من حارس المرمى عبد الرحمن الأحوصي. بونا عمر،
بونعمر في الكرة الماضية. شوف جودة التمريرة من ميلولة الجنوب افريقي تحرر من كل الضغوطات، ما كانش تسلل بالمرة في الكرة الماضية، كان يحاول ان يرفع الكرة لكن تصدي وقراءة ممتازة من طرف الحارس عبد الرحمن الحواصلي. ابرز القائد شملال عنده تمريرات ذكية جدا في الخط الدفاعي. تلعب كرة ضربة زاوية في القائم الأول، المتابعة من لاعبي الاتحاد، ما زال الخطورة اتحادية. زهواني في منطقة الجزاء. فؤاد ومن يسجل، فؤاد ومن سجل، فؤاد ومن وقع الهدف الثاني من كرة ثابتة. الوداد لم يتعلم كثيرا من خطأه الأول من طريقة التعامل مع الكرة الثابتة للاتحاد التونسي، واستقبل الكرة ممكن اعتبارها نفس أسلوب الهدف الأول للاتحاد التونسي، تحرر من الرقابة وتسجيل هدف. شوف زهواني لوحده خلاه في ظهره. شوف مدافعي الوداد، الزهواني شوف التمريرة لمسها بوطويلة أو لاعب آخر، انكسرت الكرة الماضية والهدف من زهواني. نتابع الإعادة لما حدث. الكرة الثابتة والحكم مرة أخرى يقف لكي يتأكد مما حدث في الكرة الماضية في هدف الاتحاد التونسي. هل كان وضع من سجل وضعا سليما أو لا؟ هذا هو التساؤل الذي يبحث عن إجابات له حكم المباراة يستشير حكام الفار. يقول بعد العودة للفار هدف مرفوض للاتحاد التونسي، وتعود النتيجة مرة أخرى 1-1. الإعادة لما حدث. شوف وضعية الزهواني في خروج الكرة كان متسللا، وبالتالي هدف. الإعادة خط التسلل يوضح ما حدث في كرة الاتحاد الكرة الماضية. نقل الكرة من الطرف الأيسر، صراع متواصل على الكرة، تتحول من مفيد والحكم ينهي الجولة الأولى بنتيجة هدف لهدف بين الوداد والاتحاد التونسي، على أمل وأننا نلقاكم عن انطلاق الجولة الثانية. تقبلوا منا أطيب التحية. مباراة هذا مبارك مهدي دون زمراوي ومن غادر. يدخل مبارك اللي ممكن اعتباره لاعب ارتكاز بالتخصص، لاعب خط وسط دفاعي اللي يلعب مع انطلاق الجولة الثانية من هذه المواجهة. النتيجة واللعب على أخطاء الاتحاد التونسي، فيما الضفة الأخرى الاتحاد يراهن على الكرات الثابتة وعلى جودة عدد كبير من اللاعبين اللي ممكن أن يفاجئوك في أي لحظة. كرة من الطرف الأيسر ميلولة للجهة اليسرى رايحي، مشت للوداد دائما. الوداد مبارك سيلعب في منطقة الجزاء، مبارك ينقلها للأمام، إمكانية ميلولة يسدد، والتدخل في تايمينج ممتاز جدا من طرف الحارس عبد الرحمن الحواصلي. هذه كرة للوداد، ميلولة الجنوب الافريقي ومن سددها. شوف كرة المبارك والخروج بالكرة من الساخي والتسديدة والتدخل هذا المرة. مبارك يلعب كرة من جديد للمترجي. الوداد يحتفظ بالكرة، الوداد يبحث عن الحلول في المنطقة الدفاعية أمام نظام دفاعي 5 لاعبين في الخط الدفاعي، 4 في خط الوسط ومهاجم وحيد. كرة للأمام من بونعمر والتدخل من الحارس عبد الرحمن الحواصلي. الاتحاد يظل أنه يلعب 5-3-2 نعم، لكن في الوضعية الدفاعية. هذه ضربة خطأ للاتحاد، نقل الخطر مرة أخرى، نقل الخطر في منطقة الجزاء. كرة مشتركة مع حارس المرمى، يتدخل الحكم للإعلان عن ضربة خطأ لعمر قزداو. فاسي يغرد. لا يسعني إلا أن أشيد بتنظيم الدفاعي للاتحاد التونسي في هذه المباراة. يدافعوا بشكل ممتاز جدا، بالعقل، بالحرفة، بالرغبة لإيقاف المد الودادي عبر الأطراف من خط الوسط. هذه كرة من الطرف الأيمن، بوهرة بالمهارة يحاول أن يمر بوهرة في منطقة الجزاء. كانت إمكانية لملاحقة الهدف من بوشتا لم يتذكر، بل تذكر أنه مدافع، تذكر أنه ما عندوش المواصفات التي تسمح له بتوجيه هذه الكرة في منطقة الجزاء، المواصفات التي تنطبق على المهاجمين. الكرة من بوشتا حاول الوصول للكرة، تدخل دفاع الاتحاد التونسي على بوشتا في الكرة الماضية. ينتظرون، والكرة من المترجي في منطقة الجزاء، والتدخل مرة أخرى هذه المرة إلياس هو من تدخل بعد الخطر.
ويضعف الأمل، لكن لا شيء بإمكانه أن يضعف أمل الفريقين في بلوغ الهدف. كرة بالراس لكن بعيدا عن مرمى عبد الرحمن اللحواصي من عبد المنعم بطويل. الوداد المترجي انقلب من الطرف الايسر سيف الدين راوغ. سيف الدين خلى مكانه من الجليمنه لاونزو وتحول للجليسرا ليلعب الى جانب مبارك وباقي اللاعبين. كره وداديه، كره للوداد، نقل الكره للوداد. مايلولا بلمسه للامام، كره بلمسه 1 2 3 من الجليسرا للوداد. دائما سيف الدين بورا يحاول انه يتخلص من الرقابه، يحاول انه يراوغ يلعب في منطقه الجزاء، التدخل في الكرة الماضية من دفاع الاتحاد التركي. كانت كرة في منطقة الجزاء للإعادة لما حدث بالنقطة والفاصلة لعبها سيف الدين بوهرة، والتدخل في محاولة نقل الكرة في منطقة الجزاء. والنتيجة أمامكم هدف لهدف في طريقنا نحو نهاية المباراة. كرة سيف الدين بوهرة في القائمة الثاني نحو معاد أونزو، والتغطية من دفاع الاتحاد التركي. إبعاد الخطر، لا زال الخطر ودادي. الوداد ومن يحتكر الكرة أكثر في آخر ربع ساعة من هذه المباراة. كرة من الطرف الأيمن أرتور فيندروفسكي مرة أخرى. أرتور في منطقة الجزاء، أرتور والتدخل مبارك يسدد. تسديدة عابرة لكل الحواجز، عابرة لكل القيود، عابرة لكل الممرات. تسديدة تزرع فرحة مؤجلة في مدرجات العرب الزولي. تسديدة المبارك الذي سدد الكرة أرضية زاحفة نحو مرمى عبد الرحمن اللحواصي. تسديدة وهي تسديدة، شوف رجعات من الدفاع. المبارك سددها بأفضل الطرق الممكنة، بأفضل التقنيات المتاحة، بتركيز كبير. المبارك مجددا فؤاد يلعبها للأمام، فؤاد والتدخل من مفيد للوداد مرة أخرى. الوداد المترجي أونزو ضاعت منهم، تتحول للاتحاد التركي. الضحك بلمسة للأمام. اتحادية في منطقة الجزاء، هذه إمكانية للاتحاد وتدخل عمر أجازداو يتدخل لكي يمنع هدف تركي في الدقيقة 90 من المباراة. شوف العمل الكبير وشوف جودة التعامل ونقل الخطورة من الضحك اللي نقلها في منطقة الجزاء، والتدخل من مفيد ولاعبي الوداد الرياضي لوضع حد لخطورة الوداد في الكرة الماضية. أبرز وأخطر فرصة اتحادية في الجولة الثانية. 4 دقائق كوقت مضاف، نلعب الدقيقة الثانية منهم والمدرجات تلتهب. صخب جماهير الوداد، يصل صداه إلى كل الأرجاء سعادة بتفوق فريقهم. تعزف سيمفونية النصر ولو أنه الحسم مؤجل إلى غاية آخر ثانية من ثواني هذه المباراة. لا شيء حسم في مباراة هذه الأمسية بين الوداد والاتحاد. فسع المجال لإجراء تغيير. حدث في الكرة الماضية الحكم يطالب بمواصلة اللاعب ضيراني ومن يلتحق مكان مايلولا الذي يغادر. تدخل من معاد للاتحاد والحكم ينهي المباراة بتفوق الوداد بهدفين مقابل هدف واحد. هنيئا للوداد، هارد لك للاتحاد التركي. انتصار مهم للوداد، انتصار الثاني